انا بالنسبه لي شايف ان الكابتن ايهاب جلال من وجهه نظري ان هو ما كانش واقعي قدام النادي الاهلي، وان هو خانوا الفكر وخانوا التوظيف بتاع اللعيبه اثناء المباراه، وبالتالي ظهر فريق الاسماعيلي بهذا الشكل وهذا الاداء المتواضع. يمكن الاسماعيلي لعب 4-4-2 ودي طريقه مختلفه شويه عن الطريقه اللي هو كان بيشتغل بيها الفتره الاخيره، لكن كان واضح من خلال الشيب او الشكل ده ان كابتن ايهاب جلال ليه متطلبات معينه من خلال المباراه. لكن اللي احنا شفناه على ارض الواقع ان هو ما قدرش ان هو يستفيد من الكلام ده، لان كان في لخبطه كتير في حته التوظيف والتمركزات بتاعت بعض العناصر جوه ارضيه الملعب. يمكن هو اشتغل هنا بنادر فرج ناحيه الشمال، ولعب هنا بعمر الساعي ناحيه اليمين، ولعب باثنين ارتكاز بيومي وجنبه محمد مخلوف، واشتغل باثنين مهاجمين صراح عبد الرحمن مجدي واحمد الشيخ. وده بالنسبه لي كان اكبر غلط عمله الكابتن ايهاب جلال في اللقاء، لان هو ريح النادي الاهلي وفي نفس الوقت ما استفادش من الاثنين دول اللي عندهم مميزات كتيره جدا كان ممكن ان هو يقدر يبني عليهم بشكل كويس، او بمعنى اصح انا شايف ان هو حرقهم في اللقاء واداهم واجبات ومهام مش بتاعتهم. هم عندهم مهام افضل من كده وعندهم امكانيات كانوا يقدروا ان هم يخدموا بيها الفرقه بشكل احسن من كده، لكن هو فكره كله كان بينحصر في منطقه نص الملعب. هو كان حريص ان هو رقم واحد يبني جبهات يقدر من خلالها ان هو يحد ان الخطوره الاساسيه اللي بتتمثل في منطقه الاطراف عند النادي الاهلي، سواء بالزياده اللي بيعملها حسين الشحات او احمد عبد القادر وفي ظهره علي معلول، او الزياده اللي بيعملها هنا بيرسي تاو وفي ظهره محمد هاني، مع ان هو في المواقف الدفاعيه يقدر ان هو يخلي الاثنين دول يخدموا على الاثنين اللي بيشتغلوا ارتكاز في عمق الملعب. يخش هنا نادر فرج ويخش هنا عمر الساعي، مع الاثنين دول بيضموا بالشكل ده، فاصبح عنده حائط صد قدام خط الظهر اللي هو بيعاني منه الفتره الاخيره، مع الزياده اللي بتيجي من نص الملعب بقى في النادي الاهلي اسامه ابو علي، والزياده اللي بيعملها اكرم توفيق وبيبدا ان هو يشكل جبهه. ونفس الكلام برده الناحيه دي امام عاشور وبيبدا ان هو يشكل جبهه مع الشحات، ونفس الامر بالنسبه لعلي معلول. وبيطلع هنا مروان عطيه مع الاثنين مساكين سواء رامي ربيعه